السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخبارك ايه؟ يا رب تكون دايما بخير ان شاء الله. اهلا بيك في فيديو جديد. سنة وانت طيب. بقالي فترة بحاول ان انا اراجع القرآن من تاني، فاوقات مثلا بحفظ او براجع واوقات بكسل فما بكملش، بقطع الحفظ واقعد فترة وبعدين ابتدي تاني وهكذا. فانا قلت اعمل الموضوع في شكل فيديوهات، منها ان انا الزم نفسي بالموضوع، ومنها يمكن حد من اللي هيتفرجوا على الفيديو يحب يحفظ معايا او يراجع معايا. انا هعمل كل يوم صفحة، يعني كل يوم هيبقى في فيديو. كل 20 يوم هخلص جزء، يعني في الشهر انا هخلص جزء ونص. مع كل جزء يعني في نهاية كل جزء، يعني اخر صفحة في الجزء الصفحة رقم 20 هيبقى الفيديو. اشوف لو عرفت اظبط الموضوع ده ان انا اعمله ستريمينج، يبقى لايف مش يبقى فيديو بس. يعني ممكن مثلا ارفع الفيديو بعدها بكام ساعه مثلا اظبط ان انا اعمل ستريمينج مثلا. فيديو الجزء كله مثلا ممكن ياخد نص ساعه، فانا ممكن اعمل الفيديو كله يبقى مثلا ستريمينج لايف ساعه الا ربع مثلا او ساعه. هحاول اظبطها واشوف الموضوع ده. يلا بينا. طبعا بالنسبه لنا مش هينفع ان انا ابتدي صفحه، مش هينفع ان انا اعمل صفحه بس اللي هو ابتدي بالفتحه بس، او مثلا اول 5 ايات في سوره البقره. فانا همشي اللي هو صفحه كوش كجنبين، الوش والظهر لتاني صفحه في سوره البقره. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يعني بقى أنا مضطر أعمل كنت عامل زوم عشان تكبر الصفحة. نبتدي بقى بالبقرة، سورة البقرة. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ده اللي انا ابتديت بيه النهارده. شوف لو انت حابب ان انت تتابع معايا كل يوم هيبقى فيه فيديو زي ده، زي ما قلت صفحة. يعني احنا النهارده وقفنا عند 26، الصفحة اللي بعدها هتبقى اللي هي دي 24. انا مش حابب ان انا اللي هو اخد الموضوع كمنافسة او كمسابقة ان انا مثلا اخلص 3 4 صفحات في اليوم واجي بعد فترة الاقي نفسي بكسل او بقلل عدد الايات اللي براجعها
لان دي بالنسبه لي انا مراجعه. انا المفروض ان انا حافظ من زمان، يعني من ثالثه ثانوي. الكلام ده بقاله اكتر من 10 سنين، بس طبعا خبت بمعنى اصح، لهيت في الحياه وبقيت ما بقتش براجع باستمرار عشان اخلي الحفظ مستمر. والقرآن طبعا لو ما تابعتش هتنسى. فده بالنسبة لي السبب في ان انا بحاول الزم نفسي معاكم او معاك في ان انا اراجع من تاني. ويمكن اكون سبب في ان حد مثلا كان مكسل او بيعمل زي مثلا بيراجع فترة وفترة لا. يا رب الفيديو يعجبك، واشوفك بكرة ان شاء الله. نتقابل على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اللهم واتوب اليك. السلام عليكم.